جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد. الدفاع الاول عن اللعيبه وعن الاداره بتعمل مجهود كبير جدا عشان توفر كل اللي انتوا عايزينه، و... 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 وطول الوقت هو هدفهم هو اسعاد جماهير النادي الاهلي. فيعني لازم نبقى مع بعض ايد واحده في الفتره اللي جايه دي. عندنا تحديات كتيره جدا جدا في الفتره اللي جايه، محتاجين كلنا نبقى ايد واحده ونتكاتف عشان نقدر ان احنا ناخد احسن حاجه في الفتره اللي جايه. مش محتاجين حد يشتتنا، مش محتاجين حد يخرجنا بره تركيزنا. فان شاء الله ربنا يكرم الموسم الجاي، موسم صعب أخيراً جدا. انت نجم كبير والنادي الاهلي مؤسسه كبيره، ردك على ما يشاع حول يعني بقائك او رحيلك عن منصبك في النادي الاهلي؟ لا، احنا النادي الاهلي ده بيتنا. اي مكان الواحد هيبقى موجود فيه هيأدي ب 100% من مجهوده. واي وقت النادي الاهلي يحتاجني في اي مكان، سواء كنت موجود سواء اي حد هيبقى موجود غيري، اول واحد هيساعده ويسانده ويبقى في ظهره وهديله كل الاخبار كل الملف بتاع الكوره. يعني اول واحد هيساعده، لان في الاخر كلنا زي ما انا استلمت من الكابتن سعيد، لو ما فيش نصيب ان انا اكمل وفي حد تاني هيكمل ورايا، اول واحد هيساعده هو انا، وهديله كل الملفات عشان يقدر يشتغل بسرعه على طول ما ياخدش وقت. هل في هناك جلسه جمعت ما بينك وبين الكابتن محمود الخطيب او لجنه تحقيق الكوره؟ لسه ان شاء الله. لسه ان شاء الله. امتى يا كابتن ان شاء الله؟ يعني لسه هنشوف. طمنا طيب من خلالنا. لا يعني هنشوف لسه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، واكيد هنقول لكم لو في اي حاجه. النادي الاهلي مؤسسه كبيره بتمشي بنظام وبنظام مؤسسي محترم. اي حدث هتلاقي النادي الاهلي هو اللي بيقول لكم، هو اللي بيبلغكم، وهو اللي بيقول كل التفاصيل. زي ما قلت المره المليون، النادي الاهلي ده فضله عليا وهيفضل طول عمره فضله عليا. سواء قاعد مش قاعد، هو النادي الاهلي بيتي. يعني انا بقالي 6 سنين في النادي، من القطاع من الاكاديميه للقطاع للفريق الاول، بذلت كل اللي اقدر عليه. بس اخر رساله عايز اقولها، اشكر جمهور النادي الاهلي النهارده على الاستقبال وعلى اللي حصل النهارده. ده حاجه بالنسبه لي هو اهم حاجه. لو اي مكان في النادي الاهلي هيبقى عائق، يعني انا طول عمري ما كانش فيه مشاكل بيني وبين جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي دايما كان بيبقى سند بالنسبه لي. انما اي حاجه هتبقى عائق بيني وبين جمهور النادي الاهلي انا هستغنى عنها على طول.